اهم اهم. اه يلا يلا. هنا. هنا خلاص كنت ركبت الطيارة وكنت فرحانة قوي ان انا كنت جنب الشباك، وكمان كنت فرحانة ان جنبي فاضي. يعني كنت بتمنى ان يبقى جنبي فاضي على طول، بس لم يكن يعلم ان فرحته لن تكتمل. ناس جم قعدوا جنبي عادي. اللحظة دي مخيفة وحلوة في نفس الوقت، بس انا بالنسبة لي كانت من اصعب اللحظات اللي مرت عليا. ان انا تيقنت ان انا خلاص ماشية وسايبة اهلي وسايبة بلدي، ان انا شايفة مصر من فوق كده وخلاص انا ماشية. ما كنتش مصدقة اصلا ان انا راكبة طيارة، ان انا خلاص مسافرة فعلا. انا سبت بلدي واهلي، كل حاجة، ماشية. مش عارفة ايه اللي مستنيني، بس كنت متفائلة ان هو ان شاء الله بداية خير. دي كانت وجبة العشاء. تقريبا اول واحلى وجبة اكلتها في السفرية دي كلها الحمد لله. كانت تشيكن وبطاطس بيوريه تقريبا، بطاطس مهروسة كده، وفي كان في مربى وجبنة او ده زبادي مش فاكرة، بس كانت حلوة يعني. نسفت الطبق الحمد لله. طبعا كنت زهقانة جدا ومش لاقي حاجة اعملها ومش عارفة اعمل ايه ومش شايفة حاجة بره اصلا عشان الجو كان ضلمة جدا وانا مسافرة بالليل للأسف. فقعدت العب زي ما انتوا شايفين كده، بس كسبت الحمد لله. شفتوا؟ كسبت. هنا خلاص كنت قربنا من اسطنبول. ف انا بحب اتفرج على حركة الطيارة وهي ماشية، مش عارفة ليه، مش عارفة في حد زيي كده ولا انا بس اللي كده يعني. بس كان احساس حلو قوي ان انا اتفرج عليها وهي ماشية وهي بتلف وهي كده يعني. تقريبا كنا خلاص دخلنا على اسطنبول. بجد كان الشكل كان رهيب، شكل المباني والانوار، السحاب اللي انا شايفاه طاير كده، سبحان الله بجد، مغيم. كان احساس حلو قوي، فحبيت اخليكم تستمتعوا معايا يعني. هنا خلاص كنا بنعمل لاندنج. بصراحة أنا كنت خايفة منه عشان كنت سمعت كتير إن الناس بتخاف منه، بس
كان ناعم جدا، وكان يعني حاجة ما تخوفش خالص. فالحمد لله ان هي كانت كويسة كده عشان ما اخافش. والضغط بس اللي كان تعب لي ودني جدا وانفي، بس الحمد لله يعني عدت على خير. في حاجة جميلة قوي بيعملوها، ان لما الطيار بينزل النزول لطيف كده بيسقفوا له، فدي كانت حاجة لطيفة قوي أول مرة أجربها.